السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذار وائل غنيم لتركي آل شيخ. أنا آسف وندمان على اللي بدر مني، أنا كنت تحت تأثير المخدرات. يا رب تقبل اعتذاري، وأنا ندمان قوي، ودلوقتي أنا خفيت وتعافيت من المخدرات. يا رب تسامحوني. تعالوا مع بعض نشوف اعتذار وائل غنيم لتركي آل شيخ. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي رسالة اعتذار مني إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه والمستشار بالديوان الملكي السعودي، حفظه الله ورعاه في طاعته. معالي المستشار أبو ناصر، أنا بعتذر لك من قلبي، و يعني نادم على ما كان مني من سوء خلق تجاه شخصكم الكريم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عني، ثم أرجو منك أنك تعفو وتصفح وتسامحني على ما كان مني. السنة الماضية أنا مريت بظروف صعبة، وهي ليس، لا أقولها كمبرر للخطأ، فالخطأ خطأ بغض النظر عن أي تبرير، لكن أنا مريت بظروف صعبة نتيجة يعني سوء استخدامي للكثير من المواد المخدرة اللي تسببت في حالات من الغضب والحزن الشديدين، وتبع ذلك كثير من التصرفات اللي أنا مش بس غير راضي عنها، اللي كنت حتى بتفاجئ بيها بيني وبين نفسي. والحمد لله على كل حال. وأبشرك وبشر كل اللي بيسمعوا الفيديو إن أنا الحمد لله يعني في رحلة تعافي مركز فيها الحمد لله شد التركيز دلوقتي. ومن شهر شعبان الماضي الحمد لله بعدت كل البعد عن كل المواد المخدرة والمسكرة وعن التدخين بكل أنواعه. والحمد لله بحاول أجتهد إني أقترب من الله سبحانه وتعالى بالالتزام بالطاعة، وأبعد عن كل حاجة من شأنها التأثير على سلامة ورجاحة عقلي ووعي. والحمد لله بحاول قد ما أستطيع إني ألتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبالأدب اللي اتربيت عليه واتعلمته. أنا بالمناسبة عشت في المملكة العربية السعودية، يعني عشت 13 سنة في مدينة أبها، وتربيت وسط إخواتي من السعوديين وباقي الجاليات العربية والمسلمة، والحمد لله على كل حال. يعني الفترة اللي فاتت دي أنا تصرفت فيها كتير من التصرفات اللي مش بتعبر عن طبيعتي الشخصية، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يقدر لي المقادير ويصرفني عن السوء ويحسن ختامي ويؤدبني بأدب وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا ألتمس في أبو ناصر إنه هو يكون يعني سامحني ويعفو عني فيما صدر مني، والحمد لله أنا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وبإذن الله يعني مستعد لتحمل كافة الأخطاء اللي أنا قمت بيها، وأجتهد ولا يكلف الله نفسا إلا